اخوتي خواتاتي المغاربه، السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في قناه التراث والثقافه وقضايا المجتمع بصفه عامه. في تحاليل كاس العالم، في هذه السلسله اللي غادي نواكبوا فيها كاس العالم بدايه النهايه، فيها القضايا ديال المنتخب المغربي والفرق اللي ممكن يعني لا اللي معاه دابا في الدور الاول ولا اللي ممكن يجي معاه في الادوار المقبله ان شاء الله، ولا مقابلات اخرى اللي كتكون عندها واحد الطابع خصوصي. الى جانب ذلك يعني نتناولوا حتى قضايا بصفه عامه ديال التراث والثقافه في اطار الحديث على المونديال، لان هي مجمع ثقافي دابا في المونديال دائما كيكون مجمع ثقافي. بدايه هنيئا لدوله قطر الشقيقه على النجاح الباهر اللي حققته في تنظيم كاس العالم، اول مره في دوله عربيه بمختلف اثنياتها بطبيعه الحال ما هي المنظومه العربيه اليوم. نجاح باهر في الحقيقه رغم كيد الكائدين، وهذا موضوع اخر غادي نرجعوا له في حلقات اخرى ان شاء الله. المنتخب المغربي اليوم تم سحب القرعه ديال كاس العالم، وجينا في هذه المجموعه مجموعه الموت مع كرواتيا وبلجيكا وكندا. شخصيا نبهت ذاك الساعه قلت ودي حظيو من كندا. كرواتيا وبلجيكا السوق ديالهم باين معروفين ومعروفين دول قويه ومنتخبات قويه، ولكن ما يخرجوش. مي داك الفريق اللي كتكون ما عارفوش عليه بزاف هو اللي كتوحل معاه. في 2018 نهار اللي كانوا في المونديال، بالنسبه للمونديال 2018 ملي طلعت القرعه ديال المغرب مع اسبانيا والبرتغال وايران، نبهت مباشره وسيروا رجعوا ليستوريك ديال الحائط ديال الازرق، نبهت على حطيو من ايران. وفي الاخير ايران هي اللي هزمتنا. ما تهضروش على سجل ضد مرمى، ايران غلبت المغرب صافي بوان صارت لا. تاريخ كرة القدم ما غاتساليش من الناس اللي كيماركيو ضد مرماهم. فحظيو من كندا، ومازال كنعاودها اليوم كذلك كيف ما نبهت على كندا مازال نزيد نعاود نبه عليها. نجيو للمقابله الافتتاحيه اللي كتكون المفتاح ديال كاس العالم بالنسبه لاي فريق. جميع الفرق في العالم كامل كتكون مخلوعه من المقابله الاولى في الدور الاول. حنا تخطيناها بنجاح، ولو ان هي نقطه واحده في الاخير بان المغاربه طمعوا ما كرهناش الشعب كامل، كنا انتصرنا. وانا قلت قبل انطلاق المقابله ديال المغرب وكرواتيا على انه المغرب قادر يغلب كرواتيا ب2-1. فعلا في الشوط الثاني في الاخير بان بان المغرب كان ممكن يغلب كرواتيا رغم القوه ديالها ديال جميع الخطوط. كرواتيا بين قوسين هي من الفرق القلائل المشاركه في كاس العالم المكتمله الخطوط مكتمله الصفوف، فريق قوي من الناحيه التقنيه التكتيكيه، انضباط اللاعبين، القوه ديالهم الفرديه والجماعيه بدون منازع، ولكن ليست بالفريق الذي لا يقال كان ممكن نغلبوها. ما يمكن لنا الا نحييو ونشكروا اللاعبيه ووليد الكراكي والطاقم التقني والطاقم الطبي والاداري، الناس كلهم يعني نجحوا في تخطي هذه العقبه الاولى بنجاح. نقطه واحده احسن من هزيمه، الناس كلشي كانوا كينتظروا بانه راه ممكن كرواتيا تغلب المغرب، ولكن لان الكراكي لعب خطه دفاعيه جميله جدا. المعهود في الخطط الدفاعيه هو انه الفريق يركن الى الدفاع والوسط، ولكن الركراكي عطى تعليمات ديالو اول المدافعين غيكون هو قلب الهجوم اللي هو يوسف النصيري، ومعاه كذلك زياش وبوفال. فيوسف النصيري كان هو اول مدافع عند مربع العمليه ديال الكرواتيين، ماشي عند مربع العمليه ديال ياسين بونو، وانما عند مربع العمليه ديال حارس المرمى ديال كرواتيا، وكان كيحاصر ديك ثلاثه ديال المدافعين كيخليهمش يبعدوا على مربع العمليات، وكيبقى هو غير كيجري وسط منهم وهما كيدوروا الكره. ماشي مشكل، ماشي غيحيدها لهم ولكن كيعطلهم. فكان مودريتش كيضطر انه خصو ينزل باش ياخذ الكره باش يطلع بها. هذا معطى خص يكون عندك اللياقه البدنيه وكذلك الحضور الذهني باش يمكن لك تكون انت كقلب هجوم وتحاصر المدافعين ديال الخصم عند مربع العمليات ديالهم. وكنظن في 90 دقيقه كامله المدافعين ديال كرواتيا ما وصلوش لوسط الميدان. انتم غتشوفوا مقابلات كثيره دابا في كاس العالم، ولا المقابلات اللي شفتوا من قبل في حياتكم، لا في البطولات الوطنيه ديالنا ولا ديال دول اخرين، لا ديال الشامبيونز ليغ ديال افريقيا ولا اوروبا ولا غيرها، ولا في الكؤوس القاريه، كيفاش ان المدافعين كيبداو يطلعوا كيعاونوا المهاجمين والفرقه حتى كيفوتوا وسط الميدان، بينما المدافعين ديال كرواتيا حاصرهم من يسار الفوق. وهذه كانت التعليمات ديال وليد الكراكي، لان خصو يدافع امام مربع العملي ديال الكرواتيين، وكذلك فعل زياش من جهه اليمين ديالو وبوفال من جهه الشمال ديالو، وكانوا كيرجعوا كذلك لوسط الميدان وحتى قدام مع المدافعين ديالنا وقرابين من ياسين بونو، وكيدافعوا كيردوا عدد ديال الكواري، زياش حدا حكيمي، بوفال حدا نصير المزراوي. وكتذكروا كاملين اللقطه الباهره ديال الارتماء الهوائيه لاكروباتي اللي دار يوسف النصيري فاش اقتلع الكره اللي كانت اصابه محققه، ودار ارتماء هوائيه وجبدها برجلو ديال الشمال، صيفطها يعني خرجت زاويه لفائده كرواتيا، وجا كيهنيه
ياسين بونو، كيف ما هنا وليد الكراكي ملي سالت المقابله وبقى النصيري كيضحك في ذاك اللقطه من بعد ما عنقو كيهضر معاه. فهذا دور دفاعي ديال الهجوم امام مربع العمليات ديال الخصم، وهذا درس خصو يتقرا في المدارس ديال كره القدم، كيف ما كانوا كيرجعوا كما قلنا كيدافعوا حدا الدفاع ديالنا. فوليد الكراكي بخلاصه القول باش ما نبقاوش نديروا التقييم ديال كل لاعب واحد ونقولوا ما عطاش، والناس ديما كتمشي للناس ديال الهجوم وكتبقى تقيد عليهم هذوك الثلاثه اللي عندنا في الهجوم ولا قلب الهجوم بوحدو، عارفكم علاش كتهضروا. فوليد الكراكي لعب 11 المدافع، يعني كما قلت من نصيري في قلب الهجوم وزياش وبوفال، ووسط الميدان خلاص الدور ديالو باين، والمدافعين راه مدافعين، واخر المدافعين كيبقى هو حارس المرمى ياسين بونو اللي تألق وزاد بين على القدرات ديالو العاليه. اجمالا انا كتعرفوا الناس اللي كيعرفوني كان عندي ديما موقف مثلا من املاح، ولكن في المقابله ديال جورجيا تما اعترفت قلت اودي بلي انا هذه احسن مقابله يمكن لعب في تاريخه، لا في الفرق اللي كان كيلعب فيهم ولا مع المنتخب المغربي نهار التحق به، ولا كذلك رومان سايز في المقابلات الاخيره ديالو بان عليه الضعف، هذه واحد العام ولا اكثر ولا كيبان الضعف على رومان سايز. ففي المقابله ديال كرواتيا بان بلي انه قلب دفاع يعني متين، ويعني وكان قام بالدور ديالو كما يجب. هذا ماشي باش غادي ندير تقييم اللاعبيه كاملين، ولكن باش نرجع للتشكيله. نهار اللي لعب المقابله ديال جيورجيا الا شفتوا داك الساعه انا قلتها وكتبتها من بعد، قلت اودي بلي ان جوج ديال اللاعبين يلعبوا 90 دقيقه بزاف ديال الناس غيسحاب لهم بلي ان راه بهم كان غيدخل ضد كرواتيا. فانا نشرت في الحائط ديالي الازرق قلت اودي بلي ان يحيى عطيه الله ما غاديش يدخل رسمي، وجبران ما غيدخلش رسمي، ولو انه في الشكل ممكن يدخل. قلت اودي بلي ان المدافع الايسر غيكون هو نصير المزراوي، وكذلك فعل وليد الكراكي لانه عارف اش كيدير، وبان بلي ان الراجل يعني ضابط شغله تكتيكيا وتقنيا وعنده نظر بعيد. فدخل خلى يحيى عطيه الله يلعب 90 دقيقه ضد جورجيا لان كيوجدوا لما هو اصعب. احنا دابا يعني في المقابلات مازال طويله قدامنا، وحنا بغينا نمشيو حتى للربع ان شاء الله، والمغرب عنده القدرات باش يوصل على الاقل للربع اول مره في التاريخ ديالنا، بعد ما كنا في 86 دزنا للدور الثاني. فبان بانه دونك كان كيجرب يحيى عطيه الله كيف ما كيجرب جبران، وما دخلش سفيان مرابط مع جورجيا، خلى يشوف الثقل ديال وسط الميدان على املاح وعلى يحيى جبران واش غادي يقدروا يقوموا بالدور اللي كيقوم به سفيان مرابط، لان لا مثيل له. جميع المواضيع في المراكز في الملعب عندنا فيها جوج ثلاثه ديال اللاعبيه الا المركز ديال سفيان مرابط اللي ما كاين حتى شي واحد اللي كيلعب اللعب ديالو باستثناء يحيى جبران اللي انا كنقول عنده واحد 60% من اللعب ديال سفيان مرابط. انا هادشي علاش بغيت نهضر على القضيه ديال ان وليد الكراكي يلعب ب 11 ديال المدافعين، وحنا الجمهور كيبقى يقيد لا راه نصيري ما ماركاش، لا راه بوفال دار، لا راه زياش دار، لان خصكم تعرفوا بلي ان التعليمات ديال المدرب اللاعب الا ما انضبطش ليها كيعاقبوا المدرب من غير العقاب يعني باللسان وبسميتو وبالانتقادات، وانما يقدر ما يعاودش يعتمد عليه في مقابله اخرى. ولكن اللي بان كذلك في التعليمات ديال وليد الكراكي في هذه الخطه الدفاعيه ديالو هو انه عطى تعليمات صارمه لا لزياش ولا للبوفال باش ما يكثروش من المراوغات. حنا شفنا في ضد جورجيا ولا في المقابلات الاخرين الحبيين كيفاش ان زياش رجع اللاعب اللي رجع نزل رجليه في الارض، وانا ديما كنت كنتقدوا على هذا الجانب هذا. ولكن في المقابلات بثلاثه اللي جابوا في المقابلات الحبيه فاش جابوا وليد الكراكي بان بلي ان حكيم زياش دري رتب وثبت وحط رجليه في الارض وعالج يعني راسو باش نكونوا واضحين في الجانب النفساني، خدمه ذاتيه على راسو هو كيف ما مع الطاقم من دون شك. وبانت الفعاليه ديال زياش في المقابلات الحبيه كيف ما بانت الفعاليه ديالو في المقابله ديال كرواتيا، ولو انه واحد جوج ضربات اخطاء كان يخليهم الحكيمي حسن ما يقذفهم هوايا كانوا غادي يجيو افضل. وحده فيهم فاش غادي يتيري الكره وما غاديش يلحق عليها النصيري وكيقول لك راه النصيري ضيع بيته، هو ما لحق عليها لا النصيري ولا المدافع الكرواتي لان جايه دايره منجل وبعيد عليه باش يلحق عليها. بوفال في الوجه ديالو ملي دخل وبدا كيلعب الكره بان بلي انه ما مرتاحش لان التعليمات اللي تعطاته ما يدربليش، وبوفال من الطينه ديال رونالدينيو والطينه ديال نيمار ومن الطينه ديال روماريو خصو يدير الابداع البرازيلي وخصو يدربلي
بزاف ديال الناس ما فهمتش انا علاش كيبدا يقول لك اودي لا بوفال كيكثر في الدريبل، ولكن كيعجبهم رونالدينيو ونيمار وروماريو وغيرهم ملي كيبداو يدريبليو، يعني حلال عليهم على ديالهم حرام علينا. فالتعليمات كانت صارمه ديال الوالد ومن حقه. ربما كثرة المراوغات تقدر تطيحك في شي مصيده، ولكن العكس بان ملي دخل الزلزولي اللي غيكون لعب هذه المقابله اللي لعب فيها الزلزولي ذاك الدقائق اللي دخل فيها، انا متيقن بان غادي تكون اسوأ مقابله في حياته الكرويه، والدري باقي عاد بدا، ما عمره ما غادي يعاود يلعب بذاك اللعب السيء اللي دخل به. فوليد بان بلي انه منع بوفال من المراوغات مخافه انه نطيحوا في المصيده مع الكرواتيين، ولكن العكس اللي كان غيكون، لان المراوغات كترفع المعنويه ديال اللاعب، كترفع المعنويه ديال صحابو في الفريق ديالو، وكتهرس النفسيه ديال الخصم، علما ان بوفال ما كيديرش المراوغات الزائده فابور، كيدير مراوغات ناجحه، يدرب لي جوج، يدرب لي ثلاثه، يدرب لي اربعه، ما يضيعش كره، يعطي الكره لصحابو. شي مرات يمكن كان دارها، واي واحد يمكن يراوغ ويديو له كره. شوفوا النجوم كاملين كي كريستيانو، كي ميسي، كي مارادونا، كي بلاتيني، كي زيدان، كيف الناس اللي لحقوا زيكو، ولا اللي لحقوا كروف، ولا اللي لحقوا جيرزينيو، ولا واحد العدد ديال الكواري، ولا ليتبارسكي ولا غيره، كيدريبلي وتقدر دير لك الكره عادي جدا. ولكن بوفال كيدريبلي وكيخرج كواري لصحابو، فعطاه تعليمات باش ما يكثرش من المراوغات. ولكن ملي دخل الزلزولي قال له بالعكس سير راوغ، اخترق. علاش تخترق؟ لانه ربما يجيب لنا شي ضربه جزاء ولا يعطي شي باس لصحابو يماركيو. فاذا به بان الزلزولي اناني ولعب لعب سيء ديال الدرب بحال لعب في الحومه، وتخريجه وحده اللي عطاه عوض ما يجيبها قدام حمد الله جابها لا عند الجول. هذا كان هذيك التعليمات اللي عطاها الزلزولي كان يخليها لبوفال. ملي وصلنا للدقيقه 50 56 ولا شي حاجه، بان بلي انه قادرين نديروا شي حاجه ضد كرواتيا، يخلي بوفال يستعمل شويه ديال المراوغات ويخرج كواري. مع الاسف هادشي ما كانش، ولكن في الاخير نجح الركراكي وجاب التعادل، بالرغم من انه حنا كنا كنطمحوا لاكثر من بعد. النقطه الاخرى اللي اساسيه ومصيريه والنقاش عليها ديما كثير على النصيري، سيروا خلقوا شي لعاب صنعوه جديد وجيبوا شي واحد اخر وديروه في بلاصه النصيري ويكون كيلعب احسن من النصيري ومرحبا داك الساعه. فقلب هجوم كيف جميع تاريخ كره القدم، قلب الهجوم مفروض في صحابو يرميو له الكواري العاليين ولا في الارض. ملي كيكون عندك اللاعب كيلعب برجليه وبراسو، عطيه الكره بحال دابا اللي كتعرفوا نتوما بنزيما ولا ليفاندوفسكي ولا شي حاجه. ولكن كاينين اللاعبين اللي كيكون قلب هجوم خطير ولكن ما عندوش في رجليه، عنده في الراس. هونيس، روبيش، واحد العدد ديال الكواري دازوا في تاريخ كره القدم كانوا قلب هجوم ناجحين. كريمو ديالنا اللي كيقول لك نجم كره القدم الوطنيه، انا يمكن هو اضعف واحد في قلب الهجوم اللي ماركا في تاريخ كره القدم، كان هو ما عندوش في رجليه بزاف، ولكن كان كيخلع المدافعين ديال بالنسبه ملي كنلعبوا مع الدول الافريقيه ديالنا، كان كيخلعهم وكيخلي بودرباله من هنا والتيمومي والحداوي ولا السوادي ولا كذا اللي لعبوا ولا الى يعني منين يدوزوا كيف ما سميتو واحد العدد اللعيبه كيخوي لهم الطريق لان كيجر مع المدافعين. فكيف النصيري، كيف ليفاندوفسكي، كيف يكون بنزيما، كيف اي واحد قلب هجوم، كيف سميتو هذاك كراماريتش اللي انا نبات عليه راح داو معاه، قلب الهجوم ديالهم ديال كرواتيا واحد من اخطر قلب الهجوم في العالم، حتى هو بحال ليفاندوفسكي، بحال بنزيما، بحال سميتو. شحال ديال الكواري خصك تعطيه، هادو ملي كنسميوهم السقاؤون، خصك تسقيه لا من وسط الميدان ولا من الاجنحه، يكون عندك جناح ايمن وجناح ايسر، ولا الطلعات اللي كيطلع المدافع الايمن والمدافع الايسر. خصنا قلب الهجوم كيف ما بغى يكون طويل، يكون قصير، كيلعب بالراس، كيلعب برجليه، خصنا نرميو له الكواري، نعطيوه الكواري ونحملوه المسؤوليه. حنا دازوا عندنا شي مقابلات كيف لعب النصيري، كيف لعب ريان مايي، كيف لعب الكعبي، كيف لعبوا الكعبي ولعبهم واحد حتى عيا بجوج ما كتوصلهم حتى كره. كاين 90 دقيقه دوزناها ما كتجيش كره لقلب الهجوم، ما يمكنش الفريق يلعب الا ما كانش قلب الهجوم كيجيوه الكواري. خصك تعطيه 10 د الكواري على الاقل في المقابله قلب الهجوم، حملوا المسؤوليه وشوفوا شنو غادي يدير بهم ديك الساعه، واش يقدر يصنع بهم شي حاجه ولا ما يقدر يصنع حتى شي حاجه. ديك الساعه نقيدوا عليه. اما اللاعب كيلعب 90 دقيقه كامله كيف ما بغى يكون، يلعب قلب هجوم ولا قلب هجوم مزور ولا هذه ما كتوصلوا حتى شي كره من وسط الميدان ولا من الاجنحه، يكونوا جناحات اجنحه ولا ظهائر اظهره اللي كيطلعوا، ما يمكنش قلب الهجوم ولا اي واحد يعني في بلاصتو يمكن له يصنع شي حاجه وهو ما وصلتوش الكره. في الحاله ديال كرواتيا يمكن الحمد لله ما جاتو تا كره، بقى كيجري وصافي. الوحيده اللي صافت له ملي غضب على راسو يعني على زمانه وتعافر وتقاتل الزلزولي ومشى يخرج كره جابها للجول ما عطاهاش الحمد لله. والنصيري
جاتو كره ولا جوج، وحده منهم فاش طلع حكيمي داك الهجمه اخطر هجمه اللي قام بها وهرب على اليمين، قبل ما كان خصو قبل ما يقاصد مربع العمليات ديال كرواتيا هو في اليمين كان يخرج الكره، لان كان ممكن يجيب كره عاليه للنصيري يدير بها شي حاجه يتحمل فيها مسؤوليته، يضربها تمشي عند الجمهور، ضرب في البارا ولا ضرب يشدها الجول ولا تدخل الشبكه وتماركا بيت. فاذا به هو زاد على الطول الطلعه ديالو تقرب، يعني تقرب يوصل للخط ديال المرمى الزاويه، عاد خرج الكره كان النصيري زاد، فحاول النصيري يحطها بالقدم ديالو لصاحبه اللي جاي وراه، صاحبه اللي جاي وراه حتى هو كان زاد تقدم، فمشات الكره ضاعت علينا، اصابه تقريبا محققه. لاعب يعني خلاصه القول المهاجم اعطيه الكره دابا يدخل في المقابله الثانيه ضد بلجيكا، يدخل نصيري ولا يدخل حمد الله ولا يدخل شديره ولا يجيبوا رونالدو ديال البرازيل ولا يجيبوا اي واحد، الا ما كانوش كيوصلوه الكواري راه ما يمكنش الفرقه دير شي حاجه. وما عندناش العشرات اللي كيصنع الكواريا، العشرات اللي دازوا في التاريخ ديال كره القدم العالميه. حنا كان عندنا التيمومي 10 وكيماركي، عزيز الدايدي الله يرحمه، بولي، مارادونا، بلاتيني، زيدان، دابا ميسي، واحد العدد ديال الناس يعني كيكونوا كيلعبوا 10 وكيسجلوا، ولكن نيمار، ولكن ملي ما يكونش ملي قلب حنا ما عندناش هذا النوع ديال هذا اللعاب، ما بقاش ما قدرناش نصنعوه. كان عندنا الامل في حارس مع الاسف تعطب. ربما اليوم الزروري انا كنت كننتظر بان في المقابله ديال كرواتيا، وكتبت هذاك الساعه في التعليق، كننتظر بان الزروري غادي يدخل، فاذا به دخل الزلزولي. هذاك الزروري كان ممكن لو كان دخل في المقابله الاولى في ذيك 15 20 دقيقه الاخيره، انا كنقول بلي انه كان ممكن غادي يكون ظاهره ديال كاس العالم كيف ما وقع لبولي فاش دخلوه واقيلا على 17 عام ولا شحال، واقيلا في مونديال 50 ولا سميتو، وبان بولي اللي غادي نعرفوا دابا ملك الكره. هادو هما المفاجات اللي كيقدر المدرب يصنعهم، واللاعب كيكون كيحس بهذاك الشيء وعنده الطاقه باش يعطيو. الزروري من مقابله واحده اللي شفناه بان بلي ان الدري عنده في رجليه، وهذاك هو اللي ممكن يكون العشرة اكثر كاع، يمكن حتى من حارث، لان حارث يقدر يلعب 10 يقدر يلعب 11 يقدر، لان باش نكونوا واضحين الارقام اللي كنعطيها انايا الاظهره يعني عندنا 11 ديال اللعابه في الملعب، جميع المراكز تقدر تبدل لها الارقام ديالها الا رقم 10. رقم 10 غيبقى ديما هو رقم 10 الى ان يثبت العكس، ولكن رقم يعني قلب الهجوم يمكن يدير في ظهره رقم 1، والجول يدير في ظهره رقم 99، والظهير الايمن يدير في ظهره رقم 3، والظهير الايسر يدير في ظهره رقم 5، ولا السعود يدير ولا السبعه يعني الجناح الايمن يدير في ظهره رقم 77 ولا يدير في ظهره رقم 1، ولكن رقم 10 غيبقى ديما هو رقم 10 باللعب ديالو بالموضع ديالو بالتدوار ديال الكره اللي كيدور بالطاقه اللي عنده. انا كيبان لي الزروري هو اللي يقدر يكون هذه الخدمه هذه اللي غادي يديرها، لان من نهار مشى التيمومي ما بان عندنا 10 فري ديال بصح نيت، الاجنحه اليمين يسار الوسط الاظهره، كيف ما ملي مشى الحضراوي باقي ما قدرناش نديرو هنا، كنتاسفوا علاش ادم مسينا مع الاسف من المعطوبين بحال حارث بحال عمران لوزا بحال تيسودالي. كان ممكن ادم مسينا اللي حتى هو كتهضروا عليه بزاف، ولكن ظهير ايسر حق نيشان، والطاقه ديال الظهير الايسر هي اللي عنده، الخرجات ديالو الدفاع ديالو الطلعات ديالو التخريجات ديالو ديال الاظهره اليسرى اللي عندي الظهير الايسر. مع الاسف انا ما كنتفاهمش مع بزاف ديال الناس كيف ما ظلمنا حمزه منديل، كيف ما ظلمنا زكريا بركديش، كيف ما ظلمنا اشرف زعر، ولكن بالاخص حمزه منديل وسميتو وزكريا بركديش، وسيرتو حمزه منديل. الدري كان كيلعب كيف ما كيلعبوا جميع ظهائر الاظهره ديال الشمال في العالم بنفس الطاقه بنفس التقنيات بنفس التخريجات بنفس الخرجات، ولكن بقى الجمهور كيضغط عليه، لا ضيع كيفعل كيترك. هذا ديفو فينا باش نعترفوا به. حنا كيكون شي واحد فيه عنده واحد الطاقه وملي يغلط كنزيدو نوركو عليه، ولذلك كينطبق علينا القول في الغرب كيعاونوا الفاشل حتى ينجح، وحنا ملي كيكون شي واحد فيه واحد البريق ديال النجاح الا غلط غير شي حاجه صغيره بزاف كنضغطوا عليه، والدراري كيقرا وسائل الاتصال الاجتماعي كلشي كيشوفها، فالنفسيه ديالهم كتهرس. اللي يكون شي لاعب عنده طاقه كيف ما اشرف حكيمي كيف ما نصير مزراوي كيف ما ياسين بونو اللي دابا يعني وصلوا لواحد المستوى عالي، الا بدينا كان فين ما يغلطوا نبقاو نوركوا عليهم راه النفسيه ديالهم غادي تهرس، راه غادي يهبطوا غادي يطيحوا، ولو انهم وصلوا لواحد المستوى ديجا لو بوين دو نو روتور، يعني وصلوا لواحد المستوى عالي. ولكن الا بداو كيغلطوا خرجات ديالهم وبدينا كنبداو نقولوا لا وكذا وهذه وخرجوه ما تدخلوش وفعلوا وتركلوا، النفس ديالو كتنهار وكيبقى غادي اون ريغريسيون لا في المنتخب
ولا مع الفرقه ديالو. اللاعب ديال المنتخب مع الفرقه ديالو، حنا كنشوفوا دابا زياش وكلشي غيعترف بها. الاداء ديالو في المقابلات الحبيه والاداء ديالو دابا في المونديال غادي يخلي المدرب ديالو في تشيلسي غادي يراجع الاوراق ديالو. كذلك المدرب ديال بوفال ولا ديال لاعبيه اخرين، ولا النصيري ولا غيره يعني، ولا ديال املاح ولا ديال اناحي، ولا يعني غادي يبدلوا الراي ديالهم ويوليو يعتمدوا عليه. وداك الساعه يزيد الماء زيد الدقيق، قد ما بان هنا قد ما كيعاودوا يعتمدوا عليه ليه، ولا كتسير فرقه افضل. دابا اللاعبيه من بعد المونديال راه الناس خدامين، وكلاء اللاعبين والوكلاء ديال الفرق كذلك كيديروا البروسبكسيون باش ياخذوا اللاعبيه المتميزين يديوهم للفرق اكبر من الناس اللي كانوا كيلعبوا فيها. الحديث ديال الناس على اناحي في وسط الميدان حتى هو كثر طرف الجمهور مباشره بعد المقابله. اناحي اون فالور سور في المنتخب الوطني المغربي. فملي دخل ربع ساعه ديالو، فاش اول مره دخل رومبلاسون في كاس افريقيا، انا داك الساعه قلت وغادي نعاود نقول، انا اعوذ بالله ما قلت، انا قلت لهم هذا ظاهره، هو الظاهره ديال كاس افريقيا هذه الاخرى اللي دازت هو اناحي. فعلا بان بلي ان ارتكب شي اخطاء، نزالات القوه البدنيه ديالو ما كتسمحلوش باش يواجه القوه البدنيه ديال الكرواتيين، وكنعرفوا كي دايرين بحال نتوما بحال البولونيين في القوه البدنيه. ولكن ما ارتكبش شي خطا اللي ممكن انه يكون يشكل علينا خطا داخل في اللعب. وداك الخطا حتى هو كتكون كتربح فيه وقت ديالك وكتهرس فيه شي حاجه، واخا تكون ضيعتي الكره، هي ما تعطيش موفيز باس، ولكن ملي تفقد واحد النزال مع واحد اللاعب عادي. دابا اناحي الا بقينا كنزلوا عليه وما خليناش عطينا فرصه باش يعاود يدخل في المقابله الثانيه، غادي نهرسوا للنفس ديالو واحد العدد ديال اللاعبيه اللي تهرسوا في هذا الجانب هذا. انا كنظن بلي ان وليد ركراكي غادي يكون راضي، كنظن غيكون راضي على الاداء ديال جميع اللاعبين ب 11 بهم اللي لعبوا، ولا اللي دخلوا رومبلاسون. الحمد لله ما جاتوش كره، ولكن حتى هو بقى كيجري ماشي بحال النصيري 100%، ولكن المهم حاول يحاصر شي شويه المدافعين ديال الكروات، ولكن النصيري بداك 80 دقيقه اللي لعب هو اللي حاصرهم مزيان. الصابري باين بلي ان لاعب يعتمد عليه في وسط الميدان، لا بالنسبه كلاعب ديال يعني كاسور، ولا بالنسبه لا رولونس. عنده الطاقه، الدري باقي شاب وعنده في رجليه، وباين بلي ان تاكتيكمون يعني تكنيكمون بلي ان الدري عنده تبارك الله طاقه اللي تكون مفيده في بالنسبه للمنتخب. اجمالا المنتخب نقص هذه العقبه ديال كرواتيا. وليد ركراكي غادي يكون راضي على اللاعبين كاملين، ما غيكونش راضي غير على الزلزولي كاملين. الزلزولي غيكون ما راضيش عليه وليد ركراكي كيف ما عجبناش كاملين. الزلزولي كنعرفوا لاعب واعد ولاعب عنده طاقه، ولكن مع الاسف الخرجه ديالو هذه ضد كرواتيا كانت فاشله 100%، ولم يعني كانت عنده تعطيه 2/10 ولا 3/10. الا جريتي وكنتي معاه مزيان تعطيه 3/10. بان بلي انه فشل في كل محاولاته بالمرات. وحده اللي دار انه خرج حيد الكره الكرواتي في وسط الميدان ورماها للتوش، هذيك عاديه جدا لان ما كتشكل لا خطر، ولكن اللعب ديالو كمهاجم ما قام به حتى شي حاجه نهائيا. فيعني نعاونوا الدراري، ما نقصوا الانتقاد، النقد مزيان، ولكن خصو يكون عقلاني. وكل لعاب خصك ترد البال شنو عطاه المدرب من تعليمات، وترد البال بحال سورتو كنبداو نقيدوا بزاف على الهجوم. نرجع للكلمه الاولانيه، كيف زياش كيف بوفال كيف النصيري كيف غدا يلعبوا وحدين اخرين في بلاصتهم. خصنا نشوفوا شحال ديال الكواري وصلوهم، شحال ديال الظروف فاش لعبنا، واش لعبنا مع فريق بخطه دفاعيه ولا لعبنا بخطه متوازنه عاديه فيها دفاع فيها هجوم فيها منك. ولكن ضد كرواتيا جميع اللاعبين يمكن لك تعطيهم 10/10، تعطيهم 9/10، ما كاين حتى شي مشكل نهائيا. من بونو حتى النصيري كلهم غادي يكونوا النقطه العاليه يستحقوها بكل امتياز، باستثناء لاعب واحد هو الزلزولي اللي عنده 2 ولا 3/10. ونتلاقاو في تحليل اخر على المقابله الثانيه ديال بلجيكا، كيف ما لاحقا على المقابله الثالثه ديال كندا. وكنعاود نقول ونأكد بلي ان كرواتيا حنا دوزنا معاها نقطه، بلجيكا حتى هي قادرين نربحوا معها حتى 3 ديال النقط، ولكن خصنا نحظيو مع كندا. شكرا لكم.